مساء الخير عليكم، عاملين ايه؟ وحشتوني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير وبصحة وعافية يا رب ان شاء الله. النهاردة هكلمكم عن منتجين من الفئة السعرية اللي هي البسيطة، بس نتيجتها آه، نينجا ونينجا كمان يعني. هما منتجين لعلاج قشر الشعر او قشرة الشعر او قشرة فروة الرأس. تمام، دي او دي ودي اللي هو نيزا بيكس واللي هو لوشن كريلا. هنتكلم على سعرهم وانا هتكلم عن تجربتي انا. اولا انيزا بيكس كان في حدود، على ما افتكر كنت شارياه بحاجه و30. مالناش دعوه بقى بالسعر القديم، السعر القديم كان 18 جنيه، ده وصل بقى حاجه و30. اولا هو مكتوب عليه اهو دواعي الاستعمال بتاعته، وحجمه الاول 80 ملي. دواعي الاستعمال بتاعته: العلاج والوقايه من التنية المبرقشة والتهاب الجلد الدهني وتنية الرأس وقشرة الرأس. طبعا بتغسلي شعرك الأول. أنا عن تجربة نصيحة يعني، لأن ده ما بيرغيش كتير، بس من أول مرة أوعدك إن مش هتلاقي قشرة في شعرك. ده بتغسلي شعرك بأي شامبو عادي أو أي صابونة طبية مخصصة للشعر، عشان بس ننزل الزيوت والكريمات اللي بتبقى محطوطة على الشعر. فما يعني بتاخد كمية شامبو كتيرة. فطبعا احنا دلوقتي على قد ما ربنا بيقدرنا بنحاول برضو نوفر. فبعد ما بتغسلي شعرك تشطفيه عادي، بتحطي كمية بسيطة من الشامبو ده على فروة راسك مش على شعرك. تمام، وبتسيبيه من 5 ل10 دقايق، والنتيجة بتاعته رهيبة من أول مرة. هي مادة الكيتوكانازول. تمام، والتاني حاجة الكريلا، هو البيتا ميثازون وحمض السلسليك. البيتا ميثازون ده بيستخدم برضو في الحساسية، علاج الحساسية، وكذلك حمض السلسليك اهو. ده كان الأول كان ب9 جنيه، غلوه بقى اهوت زي ما واضح في الكاميرا ب14. ودلوقتي حاليا مش متوفر الا غير في اماكن بسيطة، لان طبعا اي غلو طبعا كالعادة. طبعا بقى فوائده حدث ولا حرج يعني. انا بصي بوعدك ان ده لوحده من اول اسبوع القشرة هتختفي، وده من اول مرة القشرة هتختفي، اللي هي قشرة فروة الراس. دي بتبقى اكتر من القشرة يعني اللي هي بتبقى في الشعر نفسه، اللي هي بتبقى زي التراب كده، صغنونة كده. لكن قشرة فروة الراس بتبقى اصعب بكتير. تمام، والاتنين مع بعض بيجيبوا نتيجة رهيبة جدا. ده انا هقولك استعمال اللوشن. اول اسبوع بتستخدميه 3 مرات يوم، مش 3 مرات في اليوم، لا 3 مرات في الاسبوع، يوم يوم لا، مرتين، مرة الصبح مرة بالليل. تمام، تاني اسبوع بتستخدميه مرتين، آه، لمدة بقى لغاية ما تكملي الشهر. تمام، بعد الشهر بتكون طبعا كده كده اصلا من اول مرة مفيش قشرة بتبقى موجودة. بعد الشهر بيستخدم مرة كل اسبوع او كل اسبوعين، على حسب فروة الراس وعلى حسب الدكتور ما يحدد لك برضو. نتيجتهم صراحة خرافية. كسعر كسعر كجودة يعني، دولت يعني صراحة يفوقوا المنتجات. يعني في منتجات غالية كتيرة أسعارها معدية 100 وال200 وال300 جنيه، ما بتعملش المفعول بتاع الاتنين دولت، النيزا بيكس والكريلا مع بعض. وأنا عن نفسي أرشحهم لكم وبجدارة، كسعر كجودة كمنتج. يعني منتج رهيب، بيجيب نتيجة من أول مرة، مش هقولك من أول شهر والكلام ده. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. وفي نهاية الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم مني كل جديد. معلش الكهرباء قطعت. كانت معكم سحر من قناة معكم سحر في المطبخ،
وتجربة جميلة ومفيدة لمنتجين لعلاج القشرة. شكرا، مع السلامة.